السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. اشتري دماغك، اشتري دماغك يا أهلاوي، وسيبك من الناس اللي عمالة تاخدك في سكة حسبة بيرما لحاجة لسه ما حصلتش. زي ما قاعدين يولولوا على مليون دولار ضاعت لان احنا ما كسبناش انتر ميامي، وكان لو كنا عملنا ولو بتفتح عمل الشيطان، وحتى لو المستقبلية بتشغل بالك بحاجة لسه هتحصل قدام. يقول لك احنا لو كسبنا بالميراس توتال الفلوس بتاعتنا هيوصل لنص مليار جنيه مصري وهنتأهل يا جماعة الكلام ده كله ما ينفعش في كرة القدم، وما ينفعش المشجع تاخده في سكة الحسابات وترتيبات حاجة لسه مستقبلية هتحصل. انت كل اللي يلزمك انت كأهلاوي انك تنتظر المباراة، تدعو بالتوفيق لفرقتك ان ربنا يكرم وتفوز على فريق بالميراس. وبإذن الله الفوز على بالميراس ده مش صعب ولا حاجة. الفريق بالميراس يعتبر مستواه من نفس مستوى النادي الأهلي، والحمد لله رب العالمين. بالميراس ده احنا قابلناه قبل كده وتخطيناه في كاس العالم، وحصلنا على برونزية كاس العالم في بنظامها القديم لما اتعادلنا معاه 0-0، وقدرنا بتوفيق من ربنا ان احنا نفوز عليه بركلات الترجيح بنفس الناس دي ونفس اللعيبه دي. فانا بقول بلاش تدخل في حسبة بيرما في حاجه لسه جايه. مجموعه الاهلي الكل متساوي في عدد النقاط ومتساوي في عدد الاهداف، مفيش اهداف لا لك ولا عليك. فكأن المجموعة لسه ما اتلعبتش. ما ترهقش نفسك يا صديقي، وانتظر المباراة واعرف بس اطمن على فرقتك. عشان نطمن على فرقتنا بنقول ان الحمد لله الامور تمام خلاص. طبعا قدر الله ما شاء فعل، امام عاشور خارج الحسبة تماما. كمان كوكا خارج الحسبة في هذه المباراة لأنه أصيب بكدمة قوية في مباراة انتر ميامي، والبديل هيكون يحيى عطية الله حتى هذه اللحظة. ليه يحيى عطية الله مفضل عن كريم الدبيس؟ لأن يحيى عطية الله من واقع ما هو متداول بين الجهاز الفني هو الأكثر خبرة، الأكثر ثبات انفعالي، لاعب دولي له خبرات متراكمة. فالمباراة دي عايزة حد بالتركيز أو بالقوة أو بالخبرة بتاعة يحيى عطية الله، وفي الصورة برضو مصطفى العش. فكريم الدبيس بإذن الله هيبقى الباك الشمال الأساسي للأهلي ومنتخب مصر مستقبلا إن شاء الله، لكنه محتاج شوية خبرات ومحتاج إن هو يلعب أكتر. فتشكيل النادي الأهلي هيبقى محمد الشناوي ومحمد هاني يمين، ويحيى عطية الله شمال، وأشرف داري وياسر إبراهيم في النص. وقلنا إن في الاحتياطي موجود في الصورة مصطفى العش برضه. خط الوسط هيبقى الثلاثي مروان عطية وحمد فتحي لا خلاف عليهما، ومعاهم بن رمضان. وخط الهجوم هيبقى زيزو يمين، تريزيجيه شمال، ووسام ابو علي راس الحربة. طبعا الكلام عن ان زيزو المعدل البدني بتاعه ما يسمحش بانه يكمل المباراة للنهاية، هذا الكلام صحيح بالفعل. الراجل المعد البدني سلم زيزو للنادي الاهلي وقال انا وصلت بيه ل 80%، المعدل البدني بتاعه 80%. الفترة كان بيتدرب في الفترة اللي الزمالك كان بيقدره وما بيلعبوش فيها. فعشان كده ريبيرو لما خرجه في الماتش اللي هو بتاع انتر ميامي كان المتفق عليه ان زيزو ياخد وقت معين، مثلا في الشوط الثاني او في النص في الثلث الاخير او الثلثين الاخرى من الشوط الثاني مثلا لكن اصابة امام عاشور عجلت بنزول زيزو. لكن المعد البدني العبقري اللي بيحسب بالساعة وبالثانية قال لريبيرو زيزو انف، كفاية زيزو لحد كده. وخرج زيزو وريبيرو
راح له وفهمه وقال له ان المعد البدني هو اللي قال ان انت لازم تخرج حفاظا على يعني لعدم تعرضك لاي اصابه عضليه او تمزقات او خلافه لا قدر الله. الحمد لله رب العالمين الامور مستقره، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. طبعا ترتيب المجموعات احنا يهمنا، كل اللي يهمنا ان احنا نعرف كل حاجه تتعلق بفرقتنا، وبناخد برضو معلومات عن الفرق اللي هي الافريقيه او الفرق العربيه. فريق الترجي اتغلب 2-0 في اول مباراه لعبها، وفريق والترجي ده في مجموعته الاخير. بالنسبه لفريق صن داونز، فصن داونز فاز في اول مباراه على أولسن الكوري وبيتصدر مجموعته بعد اول مباراه. لكن كل هذه النتائج لا تنبئ بشكل قاطع ولا شكل نهائي لمين هيصعد ومين مش هيصعد. لسه المباراة الثانية هتبدأ تظهر لك الشكل اللي هيبقى عليه ترتيب المجموعات. وفي الحالة دي يا سيدي ابدأ خش بقى احسب حساباتك وقول الفريق الفلاني لو كسب والفريق الفلاني لو تعادل، لكن ما ترهقش ذهنك حتى هذه اللحظة في اللي اليوتيوبرز بيجروك له وبياخدوك له في انك تفضل تفكر الاهلي لو كسب، الاهلي لو تعادل، الاهلي الله لا يقدر لو مش عارف ايه ومليون دولار يا جماعه دي ارزاق، ده رزق بتاع ربنا. الفوز رزق والمال رزق والتوفيق من عند ربنا في المباريات رزق، وعدم التوفيق غياب للرزق، وممكن يكون رزقك لحكمه ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. فاحنا ما نفكرش في الحسابات دي خالص. الحمد لله احنا يعني الاهلي الكل جاهز، الكل بيتعامل مع المباراة بجدية. لكن في حاجة كده تصريح لفت نظري، فريق اوكلاند سيتي اللي بينافس الاهلي على تكرار ظهوره في كاس العالم للأندية، وكأن مفيش فريق في منطقته غيره. تخيل الفريق ده لما يخسر من البايرن 10-0 يخرج المدرب بتاعه يقول ان فرقتي مجموعة من الموظفين يعني شغالين في اعمال اخرى خلاف كرة القدم. بيقول انا في ناس منهم ما قدرتش اجيبهم معايا لان ما عرفوش ياخدوا اجازة من الشغل. يعني دي حاجة برضو يعني تلفت النظر وتستحق التوقف والتعليق. النتائج لحد دلوقتي لا تخبر عن شيء، لذلك احنا هننتظر في مباراة النهاردة. الوداد هيلعب النهاردة الأربع، والفريق العين والهلال برضو لسه هيلعبوا النهاردة وبكرة. بعد كده تبدأ تتكشف لنا الأمور بالنسبة للفرق الإفريقية اللي في البطولة، والفرق اللي هم الأربعة بتوعنا اللي هو الأهلي وصن داونز والوداد والترجي، والفرقتين اللي هم الهلال والعين الإماراتي. ده هننتظر ونشوف بعد مباريات النهارده بإذن الله. في حاجة أخيرة عاوز أتكلم فيها. أحمد الطيب شاغل باله قوي بالأهلي، ويعني ليه بيدفع الناس انها تقول عليه انه احمد الخبيث؟ يعني انت مالك ومال اليو ديانج وتقول تفكيره بطيء وده اللي بخلي الانديه لا تستعين بيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني نفسي مره يتكلم ما تحسش ان ورا كلامه غرض خبيث ولئيم. بالنسبة لحسين الشحات، حسين الشحات كتب تدوينة بيقول فيها إذا رأيت مهموما فبشره بفرج الله الواسع القريب، وإذا رأيت معسرا فبشره بتيسير الله عاجلا أم آجلا، إلى نهاية التدوينة بتاعته، لأنه مؤكد أنه حزين من اللي حصل
كلنا داعمين للاهلي. نشوفكم على خير باذن الله.